اسمع. بكل عقلانيه وبكل هدوء غادي نهضروا على كيفاش المغاربه هاربين علينا حنا الجزائريين بزاف 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 بمراحل فيما يتعلق بالقوانين، وكيفاش عمرنا ما غادي نوصلوا لهم. وغادي نهضر مع المشرع الجزائري بهدوء وعقلانيه. عزيزي المشرع الجزائري، خواننا خواتاتنا المغرب الشقيق داروا اقتراحات تعديلات تاع قانون الاسره. اسكو سمعت؟ كما العاده راك راقد في سبات عميق، واسمح لي الان اني نقول لك هذه التعديلات ما هي ولماذا ليقلك تعرف. اولا، رفع سن زواج القاصر، رفع سن الاستثناء المتاح للقضاة لتزويج القاصرات من 15 سنة إلى 17 سنة مع وضع شروط صارمة لهذا الاستثناء. اسكو سمعت بهذه ولا لا؟ الحاجة الزوجة المهمة، عدم سقوط حاضنة الأم المطلقة بزواجها، عدم سقوط حضانة الأم اللي تروح تتزوج بزواجها. مطلقاتكم تسمعوا اللي عندكم أولادكم بهدوء وعقلانية. النقطة الثالثة، تسهيل إجراءات الطلاق، وضع حد أقصى للبت في دعوى الطلاق، ومع حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الآخر. رائع. وانت المشرع الجزائري، وانت ماذا تفعل؟ ماذا تقترح؟ ايضا هناك اقتراحات لحلول بديله فيما يتعلق بقضايا الميراث اللي دايره شقلاله كبيره ودايره حروب بين العائلات. المشرع الجزائري، ربنا خلقتنا ويلو ما كاش اللي يسمع الصوت تاعك عندما يتعلق الامر بالميراث ولا الزواج ولا الطلاق. النقطه الاخيره المهمه هنا، تقييد تعدد الزوجات. تقييد يعني بلعوها لهم من كل جهه الا في حاله استثنائيه، إذا الزوجة عاقم ولا عندها مرض يمنع من المعاشرة الزوجية، لكن يبقى التقدير للقاضي. انت المشرع الجزائري اللي راك في غيبوبة، ما تنوض ما تقول نطلع على ذاك القانون اللي تعفن، ما نحوس عليه، ما نسقس عليه، ما ننفض عليه الغبرة، ما نعدله، ما نسمع للناس راهم يهضروا، ما نشوف تاع حقوق الانسان واش راهم يقولوا، ما نشوف المجتمع الجزائري اللي سوات سعده كيف راه داير. والو. نوضوا يا جزائريين، يا تاع الحقوق، يا الليكم باغيين تعيشوا مليح، نوضوا هضروا على رواحكم، ديروا حملات، كوبيو برك واش داروه المغاربه، واش داروه المصريين اللي عدلوا القوانين تاعهم. ديروا حملات، ما تسكتوش. طول ما انتم ساكتين غادي يبقى المشرع الجزائري راك راه يخلص. هذوك اعضاء البرلمان راهم يخلصوا، عندهم امتيازات، راهم عايشين حياتهم، ما يصدعوا رصانهم، ما يديروا مشاريع قوانين، ما والو، ما يطلعوا عليكم، تنحرقوا بالنسبه لهم. نتوما ما عندكم حتى قيمه. ما راني نقول لكم المغاربه غادي يبقوا هاربين علينا وغادي يبقوا خير منا، وراهم يتطوروا، والمجتمع تاعهم راه من افضل الى افضل. على الاقل عندهم محاولات لتعديل الاوضاع، لكن حنا لي زالجيريان والو.